بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أعزائي المنقبين، أعزائي الهواة الأحجار الطبيعية المتواجدة في مصر. دي مجموعة من بعض الأحجار في آخر رحلة للصحراء. طبعا الصحراء دي صحراء المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نستفتح كده بالكوارتز وجمال الكوارتز. ده من ضمن الأحجار اللي انت هتلاقيها موجودة في الأرض. أحجار زي دي طبعا احنا بندور على الأحجار الشفافة. الأحجار الشفافة وتحس إن هي زجاجية وبصمات الحجر. ده الأحجار اللي موجودة في قلب الصحراء. أحجار جميلة، أحجار متنوعة. عقيق، ده عقيق، وفي كوارتز في جميع الأنواع. طبعا النوع ده اسمه اليشب. اليشب ده عامل زي الجزبر كده أو أحجار الجات، أخضر بس الخضار بتاعه سك، مش اللي هو فيه مثلا حاجات صفراء وحاجات بيضاء. شوفوا جمال العقيق، سبحان الخالق. طبعا انا لقيت الحجر كده. شوف شكل الحجر عشان خاطر لما تلاقيه في قلب الارض تعرف ان الحجر ده وراه حكاية. شوف الجمال الاحجار. ده عقيق كارنيلي. ده عقيق اللي تحت ده عقيق، وده كوارتز ملحومين في بعض. ده طبعا العقيق الطبقي. الانواع ديت اللي موجودة في الصحراء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شوفوا جمال الحجر العقيق. شوف الجذوع، شوف الاشكال الرهيبة والجميلة، وقلب الحجر من جوه من الداخل. طبعا انا لقيت الحجر زي ما هو كده، انا ما كسرتش اي حاجة منه. احجار جميلة، احجار رائعة. العقيق المصري. الاحجار ده اللي موجودة في الارض في الصحراء، هتلاقيها تحت ايديك. دور عليه واحتفظ بيها واعرف. شوف القشرة، ادي الحجر من الخارج بتلاقيه كده، لما بنكسره بنلاقي جواه التحفة الجميلة دي. عقيق جذعي، ساعات بيبقى فيه مصور لاقط صورة، ده نفس الموضوع. الحجر يلفت الانتباه. العقيق الطبقي طبعا ده